احسن فتره في حياتك، هل يا ترى استغلتها؟ طب هل يا ترى مريت بيها اصلا؟ طب هل يا ترى لو مريت بيها هتعرف تستغلها؟ كل دي اسئله هنجاوب عنها في الحلقه بتاعت النهارده، فيلا بينا نبدا. طول ما انت ماشي حياتك بتكون متقسمه لفترات، في فتره منهم بتكون مهمه جدا جدا واكيد اثرت عليك او اثرت على جانب من جوانب حياتك، وبتفضل في بالك لان دي بتكون بشكل كبير هي اكتر فتره انت عديت بيها بحاجات صعبه وخدت فيها دروس لا يمكن ان انت تنساها. فالصعوبات اللي انت عديت بيها دي هي دي اللي بتكون لك الخبرات اللي انت بتكمل بيها بقيه حياتك، او يعني بتديك الخبره في الحياه بشكل عام، سواء بقى الخبرات دي انت خدتها او الدروس دي اتعلمتها في علاقات، في شغل، في دراسه، في الحياه بشكل عام. مش مهم، المهم ان انت بقى عندك خبره في الحياه عموما. وبرضه الخبرات دي بتخلي عندك نوع من انواع النضج وبتخليك شخص واعي اكتر، شخصيتك كده بتكون هاديه ومتزنه. الفتره دي بتكون هي فتره الشباب. انت كشاب عندك 16 17 18 20 سنه لحد مثلا 30 35، دي اكتر فتره بتكون عندك فيها عزيمه ورغبه وصحه، بس مش قوي يعني. الصحه دي مش قوي الصراحه، يعني فيها وفيها. وبيكون عندك طاقة كبيرة جدا ان انت تعمل حاجات وتتعلم حاجات كتير. فانت لو ما استغلتش الكلام ده كله في الفترة دي فهتستفاد بامتى، ولا هتشتغل على نفسك امتى؟ واصلا هتلاقي الطاقة دي كلها فين بعد كده؟ ما اظنش ان الطاقة دي هتكون موجودة تاني. فاحنا عايزين نستغل الفترة دي احسن استغلال، وهنعرف كمان شوية نستغلها ازاي. بس المهم ما نكسلش ولا نسوي اي حاجة الفترة دي خالص علشان تستغل كل الكلام اللي اتكلمنا عنه من شوية ده، علشان للأسف بعد كده مش هيكون موجود. نيجي هنا لأهم جزء في حلقة النهاردة، ازاي تستغل الفترة دي، وكمان نصايح علشان تطلع منها بأكبر مكاسب. واحد، اشتغل أي حاجة. انت كشاب في بداية حياتك لسه عندك 18 19 20 سنة، يعني بالبلدي كده بتكون لسه أبيض، لسه مش عارف تتعامل مع صعوبات الحياة ازاي، ولا انك تواكب الحياة وتمشي معاها وتطلع للنور. فبيجي هنا دور الشغل. دور الشغل ان هو بيديك خبرات في التعامل مع الناس بشكل عام، وكمان بيديك خبرات في البيع. والبيع بالذات دي اكتر واهم مهارة انت ممكن تتعلمها في حياتك كلها. الشغل بيخليك انك تعبر عن رأيك بكل صراحة ومن غير كسوف، وكمان بينمي عندك مهارة التيم ووركينج، ودي هتحتاجها بعدين او بعد ما تتخرج لما تطلع تشتغل في مكان او شركة كبيرة مثلا. وهنا انا قصدي حرفيا انك تشتغل اي حاجة. وكمان هيكون افضل وافضل وافضل انك تشتغل في فترة الكلية. اصل مش طبيعي في الفترة اللي احنا فيها دي يكون اول لينك بينك وبين سوق العمل على 24 او 25 سنة، مش منطقي خالص. اشتغل اي شغلانة تيجي قدامك بحيث انك يكون عندك خبرات في كذا حاجة مع بعض. ونصيحة مني، ما تستناش ان يجيلك شغل على مزاجك، لان انت كده عمرك ما هتشتغل، لان مع كتر الشغل ووجودك في كذا مكان بيديك خبرات كبيره جدا. ونيجي هنا للنقطه الثانيه، خد خبرات اكتر. وفي نقطه مهمه عايزين نتكلم عليها في الحته دي. في فتره الشباب دي بالذات، وبالذات في الاول، لو انت بتدور على شغل وقدامك دلوقتي شغلانتين والاثنين مرتبهم مش بعيد عن بعض، بس الشغلانه اللي مرتبها اقل سنه، يعني مش اقل كتير، فيها خبرات اكتر من الشغلانه اللي المرتب بتاعها كبير. فنصيحه مني هنا وعن تجربه، اختار الشغلانه اللي فيها خبرات اكتر، لان الفلوس في المرحله دي مش مهمه. اهم حاجه في المرحله دي هي الخبرات ومش الفلوس، لان الخبرات اللي انت هتاخدها زي ما قلنا من شويه هتنفعك بعدين لما تشتغل في مكان كبير، او هتنفعك بعدين لنفسك لو انت فتحت شغلانه لنفسك. وساعتها يبقى افتكرني وادعي لي، وهتقول ساعتها ان الخبرات كانت اهم بكتير جدا من الفلوس. ولكن انا عارف ان في ناس دلوقتي موجوده وبتفكر العكس، بس لو فكرت فيها كده وبينك وبين نفسك هتعرف ان انا بتكلم صح. 3، استثمر في نفسك. عاوزك تفكك خالص من فكره التحويش علشان تامن مستقبلك زي ما بيقولوا. اوعى تعمل كده، لان انت بالشكل ده هتكون بتضيع نفسك وبتضيع حياتك وبتضيع عمرك كله في الهوا. عاوزك تاخد كورسات كتير، كورسات كويسه فعلا تديك قيمه حقيقيه وتطور بيها نفسك وتطور بيها عقلك، وبالمهارات اللي انت خدتها من الكورسات دي تاخدها وتروح تطبقها على ارض الواقع. انزل ايفنتات كتير، انزل اعمل معارف. بس في نصيحه هنا كمان، ما تسمعش كل اللي بيتقال وما تمشيش ورا اي حد، عشان انت لما تنزل ايفنتات والكلام ده كله هتلاقي في ناس كتير بتتكلم، وهتلاقي في كلام كتير حواليك، وهتلاقي دماغك عملت كده حرفيا. فما تسمعش كلام اي حد، هو مش قرآن. انت رايح بس بهدف 3 حاجات: التغذيه العقليه والبصريه والسمعيه. انت رايح تنمي ال3 حاجات دول، غير كده مش مهم خالص بالنسبه لك. 4، جرب كتير. ايوه، جرب كتير وجرب اي حاجه وجرب اي فرصه تيجي قدامك. هتقول لي اصل انا خايف ان انا افشل. هقول لك طب وفيها ايه لما تفشل؟ عادي، هيجي فرص غيرها والحياه بتمشي. اصل احنا عايشين هنا علشان نتعلم من اخطائنا ونجرب ونغلط ونفشل ونعمل كل حاجه. وبعدين الفتره دي لو انت وقعت او فشلت فيها فمش مهم، هيجي لك فرصه بعد كده. انما ما تستناش لما تكبر شويه او تعدي الفتره دي وتيجي تقع او تفشل، فساعتها مش هيكون قدامك اختيارات كتير ولا هيكون عندك بدائل كتير، فساعتها هتضطر تاخد طريق انت مش حابه. فنفشل دلوقتي ونقع دلوقتي احسن، علشان كده كده هيكون في فرص بعدين. وبرده ما تنساش ان دي كلها خبرات هتنفعك بعدين برده. 5، اهتم بصحتك. انك تروح الجيم الفتره دي او انك تلعب رياضه بشكل عام ده مش اختيار،
انت محتاج صحتك وجسمك الفتره دي بالذات علشان تقدر تواجه الحياه، علشان جسمك يعرف يساعدك انك تتقدم في حياتك. وصدقني راس مالك في الفتره دي ما بتكونش هي الفلوس، راس مالك الفتره دي بتكون صحتك. يعني كلمني عن الصفاء الذهني مثلا اللي انت بتكون فيه بعد ما تخلص تمرين. مش عارف هتصدقني ولا لا، بس العاده دي انك تروح الجيم او تلعب رياضه عموما كفيله ان هي تغير لك حياتك وتغير لك طريقه تفكيرك وهتشقلب لك حياتك 180 درجه. 6. نقي دايرتك. لازم الفتره دي تنقي دايرتك كويس قوي قوي قوي. وانا قصدي هنا دايرتك مش صحابك بس، لا، في منا كتير اللي بينزل يروح شغل، بينزل يروح جامعه، بينزل يروح مدرسه. فانا قصدي دايرتك هنا الناس اللي انت بتشوفهم دايما وصحابك برضو معاهم، علشان في الفتره دي دايرتك يا اما هياخدوك معاهم للقمه وهم ماشيين زيك، يا اما هتتشد للقاع تحت لا اراديا كده غصب عنك اصلا، حتى لو انت مش عاوز ده، ولكن انت اللي سمحت بكده من الاول، انك سمحت لنفسك ان هم يقربوا منك. فنصيحتي في النقطه دي قلل اصحاب وزود معارف، وركز في الجمله دي كويس. 7. قلل السوشيال ميديا. حاول الفتره دي تطلع نفسك من السيطره والانخراط اللي عليك وعلى حياتك من على السوشيال ميديا، وانه بيكون صعب عليك جدا وانت قاعد فاضي او عندك وقت فراغ انك ما تمسكش التليفون وتقعد تقلب. فهنا التليفون متحكم فيك لان انت بتمسكه بدون سبب اصلا، شايفك وانت بتكابر وبتقول انا مفيش حاجه تقدر تتحكم فيا. هرد عليك بحاجه، خش على السيتنج عندك في التليفون وشوف امبارح انت مستخدم التليفون كام ساعه. انا مستني اهو، خش اشوف. عرفت انا بتكلم صح؟ كمل بقى الفيديو. وفي النهايه عاوز اقول لك انك كل ما بتعمل الكلام ده بدري اكتر كل ما حياتك هتتحسن اكتر في المستقبل، ولو عرفت تعمل كل الكلام ده قبل سن ال20 هيكون كويس قوي قوي لنفسك. فحافظ على وقتك وركز على القيمه اللي انت عايز تعملها لنفسك بعدين، فما تخليش حاجه تشتتك بسهوله، وعايزك يكون عندك السيطره الكامله على كل حاجه في حياتك. وسيطر انت على الحاجه، ما تخليش حاجه هي اللي تسيطر عليك. واظن دلوقتي انت عارف انا بتكلم على ايه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو واستثمرتوا وقتكم بالشكل الصح اللي يرضيكم. انا مروان الوكيل، واختار نفسك دايما. سلام.